السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم بفيديو جديد. النهاردة بإذن الله هننفذ مع بعض باسكت بخيط الكليم. أي بواقي موجودة عندك ألوان تكون ماشية مع بعضها، أو ممكن تنفذيها بلون واحد. هستخدم مع خيط الكليم إبرة مقاس 10، ولو برضو إبرة مقاس أكبر من كده شوية، لأن الخيط معايا سميك تمشي برضو. وهستخدم المارك أو العلامة. هنبدأ بسم الله. هعمل دايرة سحرية. هرتفع بسلسلة تأمين عشان الشغل ما يفكش معايا. بعد كده هشتغل 6 غرز حشو. دي اول غرزة اهي، بريح ايدي كده. انا نفذت 6 غرز حشو داخل الدايرة. هشد الخيط واقفل، بعد كده هدخل جوه اول غرزة بالشكل ده في حرف الفي هنا، وهقفل السطر بتاعي بالشكل ده. كده السطر خلص معايا، وهبتدي سطر جديد حلزوني. دي اول غرزة اهي، هبتدي اعمل في كل واحدة 2، فهعمل معاها كمان واحدة. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها 2، وكل غرزة بتقابلني بعمل فيها 2 غرزة حشو. هيطلع معايا 12 غرزة حشو. كده عملت السطر بتاعي بقى في كل غرزة غرزتين حشو، ووصلت ل 12 غرزة حشو. وصلت للعلامة هشيلها وهشتغل مكانها في اول غرزة. هشتغل غرزة واحدة بس. هرجع العلامة بتاعتي، وبعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 غرزة حشو. واحد، 2. بعد كده غرزة واحدة، وبكمل السطر بالشكل ده، غرزة فردي وغرزة فيها 2. نتأكد من المكان الصح بتاع دخول الإبرة. غرزة فيها واحدة بس بالشكل ده، والتانية فيها 2. كده السطر معايا خلص. عملت غرزة فردي، والغرزة اللي بعدها فيها تزايد، يعني فيها غرزتين، بقوا معايا 18 غرزة حشو. هبتدي اشيل الغرزة العلامة واشتغل مكانها في اول غرزة هشتغل فيها 2 غرزة حشو.
دي اول واحدة، ودي التانية. بعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها فردي فردي، يعني غرزة واحدة. الغرزة اللي بعدها برضو هشتغلها فردي. يبقى انا السطر ده همشي واحدة تزايد، الاتنين اللي بعدها فردي، كده اتنين فردي، يبقى اللي بعدها تزايد. تزايد يعني هعمل اتنين في نفس الغرزة، وبكمل السطر بالشكل ده، واحدة تزايد والاتنين اللي بعدها فردي. فردي يعني كل غرزة فيها غرزة واحدة بس. كده خلصت السطر معايا، عملت فيه غرزة تزايد، والغرزتين اللي بعدهم عملتهم فردي. كده انا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 غرزة في السطر ده. بعد كده هشيل العلامة وهدخل جوه الغرزة واعمل غرزة حشو. بعد كده الغرزة اللي بعدها هعملها غرزة حشو، اللي بعدها هعملها غرزة حشو. كده انا عملت 3 فردي، هدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل تزايد، بعد كده هعمل 3 فردي في كل غرزة هتقابلني غرزة واحدة، واحد، الغرزة اللي بعدها واحدة برضو، واللي بعدها واحدة. بعد كده الغرزة اللي عليها الدور هعمل فيها 2، وبكمل السطر بالشكل ده، 3 فردي وواحدة تزايد. 3 غرز بيقابلوني كل واحدة غرزة واحدة بس. الغرزة رقم 4 بعمل فيها 2. كده انا خلصت السطر بتاعي وبقى معايا 30 غرزة. انا هكتفي بالحجم ده. لو انت حابة تزودي حجم القاعدة بتزودي عدد الفردي، كل سطر بتزودي واحدة فردي. المرة دي عملت 3 فردي، السطر اللي بعده هتعملي 4 فردي، اللي بعده هتعملي 5 فردي، وهكذا لحد ما بتوصلي لحجم القاعدة اللي انت عاوزاها. انا هكتفي بالحجم ده معايا، وهشيل العلامة بالشكل ده، وهبتدي ادخل في الحلقة دي وهعمل غرزة حشو وارجع العلامة مكانها، وشغلي السطر ده هيبقى في الحلقة دي بالشكل ده، واكمل السطر بالشكل ده. كده انا خلصت السطر بتاعي وعملت فيه كل غرزة في الحلقة الامامية بس عملت فيها غرزة حشو، ووصلت لنهاية السطر بتاعي، ودي اخر غرزة اهي لسه هشتغلها معاكم. هدخل الابرة بالشكل ده وهشد الخيط، وبعد كده هجيب الخيط اللون التاني واسحبه عشان ادخله في الشغل بتاعي بالشكل ده. بعد كده هاجي هشيل بقى العلامة بتاعتي دي،
وهشتغل في الغرزة ديت غرزة حشو عميق تحت الغرزة هنا كده، الغرزة اهي. مش هشتغل هنا ومش هشتغل في حرف الفي هنا زي ما كنت شغالة القاعدة، هشتغل تحت هنا كده. هشد الخيط بتاعي وهخرج اعمل غرزة حشو، هدخل واشد الخيط واعمل كمان غرزة حشو. يبقى كده انا عملت 2 غرزة حشو عميق في غرزة واحدة. بعد كده هاجي الغرزة اللي بعدها دي هعديها، مش هشتغل فيها، وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل 2 غرزة حشو عميق بالشكل ده، وهكمل السطر بتاعي. غرزة هعديها، الغرزة دي هعديها، والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 غرزة حشو. بكمل السطر بالشكل ده. كده انا خلصت السطر بتاعي بقى بالشكل ده، وجيت عند اخر غرزة وهقفل بغرزة منزلقة كده. بعد كده هاجي عندي غرزتين هنا، دي غرزة ودي غرزة. هاخد دي الغرزة الاولانية لها طرفين، انا هسيبهم خالص. الغرزة التانية ليها طرفين، انا هسيب الطرف الاولاني وهاخد الطرف التاني بالشكل ده على الابرة. وهاجي تحت الغرزة اللي انا سايباها دي اللي انا ما اشتغلتش فيها، وهدخل تحتها بالشكل ده وهشد الخيط. مش عايزه اخد اللون ده معايا كده، وهشد الخيط ده معايا واريح ايدي بالشكل ده، وهعمل فيها كمان غرزة بنفس الطريقة. هدخل هاخد الطرف ده وهنزل في قلب الغرزة كده، وهشد الخيط وهعمل كمان غرزة. كده انا خلصت السطر اهوت بقى معايا بالشكل ده. عشان نقفل السطر بتاعنا هنرجع الخيط ده ورا كده، هنشيل العلامة وهنشد الخيط بالشكل ده، وبعدين هندخل في الغرزة بتاعتنا وهنشد الخيط ده كده، فهتديلنا شكل الغرزة اللي احنا عاوزينها. بقت معانا زي بقية الغرز بالظبط. بعد كده هنبدأ سطر جديد. هندخل في الغرزة اللي عليها الدور، دي الغرزة الأولى اهي هنسيبها، ودي الغرزة التانية لها ضلعين. هندخل في الضلع الأول الضلع الأخير، وهندخل هنا في قلب حرف الفي ده ظهر معانا اهوت. هندخل بالشكل ده كده وهنشد الخيط وهنخرج بالشكل ده. بعد كده انا عايزه اضيق الغرزه شويه، هلف على الابره واعمل غرزه حشو. بعد كده هدخل برضو في نفس المكان بنفس الطريقه وهعمل كمان غرزه، وهنشوف من خلف الغرزه ندخلها في المكان الصحيح بتاعها ونشد الخيط ونخرج بالشكل ده. هنرجع تاني نكمل بنفس الطريقة. نحط المارك بتاعنا هنا عند اول غرزة، عندنا غرزتين هندخل في اخر حلقة منهم من الغرزتين، نسيب اول واحدة مع الحلقة الاولانية من الغرزة التانية، وهندخل في دي اخر حلقة معانا، وهندخل في الغرزة
بتاعتنا بالشكل ده. هندخل في قلب الغرزة بالشكل ده وهنشد الخيط وهنخرج. دي اول غرزة ودي الغرزة التانية، وبنكمل بنفس الطريقة في كل غرزة بتقابلنا في الحلقة، في نفس الحلقة كده اللي احنا بنشتغل فيها دي. بناخد الخيط معانا بالشكل ده وبننزل تحت الغرزة وبنشد الخيط وبنخرج وبنعمل فيها غرزتين، وبنقفل السطر بتاعنا بنفس الطريقة كل مرة اللي انا عملت بيها دي لحد ما بنطلع بحجم الباسكت اللي احنا محتاجينه. بعد كده بنرجع عشان نقفل الباسكت من فوق. ودي شكل الغرزة اهيت بدأت توضح معايا. هطلع بحجم الباسكت اللي انا محتاجاه ونرجع عشان نقفله من فوق مع بعض. كده انا خلصت الحجم بتاع الباسكت بتاعي، بقى معايا بالشكل ده. وقصيت الخيط بقى اللون ده خلاص انا مش محتاجاه. هبتدي بقى اعمل الصف الاخير في البوكس بتاعي. هشيل المارك ده هعمل منزلقة الصف ده بس. في كل غرزة هتقابلني هنزل تحت حلقتين الغرزة وهخرج اعمل منزلقة، هنزل تحت الغرزة اللي بعدها واشد واعمل منزلقة. وبكمل السطر بتاعي بالشكل ده. بنزل كل غرزة هتقابلني انزل تحت حلقتين الغرزة بالشكل ده واشد الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي معايا، هتبقى معايا بالشكل ده. انا حابة ان انا احط الدانتيلا ديت عليها من تحت كده من الاخر، هلزقها عليها كده بشمع. ده اسهل يعني ما تثبتيها بخيط، هتبقى سهلة معاكي لان خيط الكليم تخين وهيضايقك وانت بتخيطي. فالاسهل ان انتي هتبدأي ان انتي تلزقيها بشمع. هتحطي الشمع هنا كده وتبدأي تلزقي. ممكن تحطي كمان هنا كده نقط عشان عند الوردة هنا من هنا عشان تبقى لازقة معاكي كويس كده. انا لزقت الدانتيلا معايا بقت معايا بالشكل ده. وكده الباسكت معايا خلص. بتمنى يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.